السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو النهارده. ليلى عبد اللطيف تبشر بخبر سعيد، فترة مليئة بالخير والرزق الوفير قادمة لثلاث أبراج فلكية. في أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف تم الكشف عن أخبار سارة لثلاث أبراج فلكية والتي ستشهد فترة مليئة بالخير والرزق الوفير في المستقبل القريب. إذا كنت تنتمي إلى برج الأسد أو الجوزاء أو السرطان فقد تكون هذه التوقعات موجهة إليك. التوقعات ليلى عبد اللطيف تشير إلى أن برج الأسد سيكون على موعد مع فترة من النجاح الكبير والازدهار المالي. يتوقع أن يكون لديك فرص جديدة لتوسيع أعمالك أو بدء مشاريع جديدة. هذه الفترة ستكون مثالية لتحقيق الأهداف المالية التي طالما حلمت بها. يتوقع أن تكون هناك زيادة في الدخل، مما يجعلك قادرا على تحقيق الاستقرار المالي والنجاح الذي تطمح إليه. أما بالنسبة لبرج الجوزاء فتأتي توقعات ليلى عبد اللطيف لتكشف عن فترة رائعة على الصعيد العاطفي والاجتماعي. قد تجد نفسك مطاحا بالفرص لتعزيز علاقتك الشخصية والاجتماعية، وهو ما سيساهم في تحسين حالتك النفسية والشخصية. يمكن أن تكون هذه الفترة فرصة لتعميق الروابط مع الأشخاص الذين يهمونك، مما يجلب لك سعادة ورضا كبيرا. فيما يتعلق ببرج السرطان تشير توقعات ليلى عبد اللطيف إلى فترة مليئة بالتقدم في حياتك المهنية. يتوقع أن تكون لديك فرص للحصول على ترقيات أو تحقيق أهدافك المهنية بفضل الدعم غير المتوقع من الزملاء أو الأصدقاء. ستساعدك هذه الفرص على تحقيق النجاح المهني الذي تطمح إليه وتعزيز مكانتك في مجال عملك. وبكده حبايبي يكون ده الفيديو بتاعي. مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.